الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في قرآنه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والقائل سبحانه إنما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله القائل زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. والقائل صلوات ربي وسلامه عليه أكثروا من ذكرها وفي اللفظات. وبعد أيها المشيعون الكرام، قال أحدهم كل ابن أنثى وإن قالت سلامته على آلة حدباء محمول، وإذا حملت جنازة إلى القبور فاعلم بأنك بعدها محمول. وجيش تونسوا المقرة عليكم، جيت تونسوا المقرة هل تونسوا المقرة على هم حطوا عليها الروح وحطوا عليها البارح المغرب شيع جنازة والعصر شيعت جنازة وزال غير حكاية الدنيا فيك وحطوا عليها الجنازة كانت كيمتها كانت كيما حنا يبغى نبدا نكفر ونخلي طاولها كفر واحد تاكل ديما الصلاة نروحو نخلوه تروح عند ولد تتعشى ولا تكون عروسي عروس لا تكون عروسي عروس وتفضل حق مسكينة ردوا عليها الصلاة ونخلوها وكيف صار ياك تونسوا المقبرة وقبل مش تعجبها قبل تاع تذكيرة زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. هذا ما كاين زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وتشيع جنازة تذكر الآخرة تذكر الآخرة لا تذكر الآخرة الله. في المقبرة الله يصلح حالنا وحالكم، يلا يصلح حالنا وحالكم. والله ما بقات قيمة تشييع الجنائز. الله يصلح حالنا. يا مسكين لا حركة ولا سكنة، رد عليها التراب لا الأهل تاعها لا دراهمها لا حتى واحد يبقى معاها، تبقى وحدها. وانت غدوة إن شاء الله تجي وكيفها وأنا نجي وكيفها. نبينا تجي شو الشيء اللي يعاونك، شو الشيء اللي يساعدك يا العمل الصالح، الشيء اللي درته في الدنيا تاعك توصل لصلاتك، الها فيه اشغالاتك، الها بعيوبك، اصلح حالك وما بينك وما بين نفسك، واصلح ما بينك وبين نفسك وما بينك وبين خالقك وما بينك وبين الخلق الذين تعيش معهم. اصلحوا حالكم. الصباح شفنا نهار من ايامات الشتاء، فكرنا اليومات الشتاء من طلت الشمس لكن لازلنا في النهارات تاع الصمايم. هذا هو الدنيا متقلبة، فكيف تتقلبون كما تتقلب الدنيا؟ هذه الدنيا اللي عند رب العالمين لا تساوي جناح بعوضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا عند الله تساوي جناح بعوضة فسقى منها الكافر شربة ماء. قال الله تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الدنيا تضر وتمر وتضر، تهلك صاحبها تدمره تهلكه وتأخذه إلى ما لا يحمد عقباه. احسنوا حالكم وأصلحوا لأنفسكم فإنه سيأتي اليوم الذي تلقون فيه ربكم. سيأتي اليوم الذي تلقون فيه ربكم، فما إجابتكم حينما يسألكم لماذا فرطت بالصلاة؟ علاش ما صليتش؟ وعلاش كنت تسيء الجوار؟ وعلاش كنت عاقا لوالديك؟
ايش الجود؟ عندك ذا الجود إنما ما عندكش العمل الصالح. قال ربنا تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال أيضا: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نسأل الله تعالى بهذه العقيدة أن يرحمها